اكيد ماهوش راح يكون على ظهور الناس كامل، ولكن راح يطيح على ظهر المواطن البسيط. هذا المواطن اللي راهو يعاني البطاله، هذا المواطن اللي راهو عايش في فقر، هذا المواطن اللي عنده القدره الشرائيه تاعو مش قادر باش يلحق يعيش الحياه الطبيعيه. الاطباء المقيمين راهم نتكلموا على المواطن البسيط، المواطن الزوالي اللي ما يقدرش يروح عند عياده خاصه، المواطن اللي يروح في الليل ويستنى باش يلقى طبيب مناوب يعالجه، على ذلك نتكلموا على الاطباء المقيمين. نقولوا والله باغيين نتعاونوا، وحنا ماذا بينا نتعاونوا، ماذا بينا النواب هذو والوزاره والحكومه والمجتمع المدني يتعاون باش نمشيو بالجزائر لقدام. قانون الشيء اللي راهو يبان عليه انه يمشي تدريجيا الى الخوصصه، انه يمشي تدريجيا الى التخلي عن القطاع العام، وهذا الشيء اللي نقولوا عليه احنا خط احمر. الشاب ماهوش راح يقدر يعيش ب 800,000 وما يقدرش يتزوج ويخرج من بالحياه الطبيعيه ب 1805. مش سؤالي وحدي، سؤال 43 مليون مواطن جزائري. حنا هذه الشركات هذو اللي حليناهم تاع تركيب السيارات، اللي حليناهم باش يستفيدوا هما 3 4 5 10 12 عبد هما اللي يستفيدوا، ولا باش يستفيد الجزائر كامل؟ نهار كي حليناهم كان دفتر الشروط سيد الوزير يقول بغي لازم ينشئوا مناولات، شركات المناولات. وين هي شركات المناولات؟ بالجزائر يكون واعي ويقول خليها تصدي. الغريب في الامر واش يكون سيد الوزير انه تكون تخفيضات بمبلغ 100 مليون، هذا هو اللي بغى الشعب الجزائري يفهموا. يعني 100 مليون هذاك نحاها هذا المركب، ما نقولوش المصنع، هذا المركب نحاها من دراهمه الخاصه ولا بغى يتمزى بها على الشعب ولا وش هو؟ هل الفرق هذا تاع 100 مليون هو هامش الربح تاعو ولا هامش الربح تاعو اكثر؟ سيد الوزير لازم نطرحوا عده اسئله، ولازم نحاسبوا هذا الناس بعد ما فات 5 سنوات. واش درتوا لنا اضافه بعد ما عطيناكم كل الامتيازات؟ واش قدمتوا للجزائر؟ واش قدمتوا للسوق الجزائريه؟ لكن هلكتونا، هلكتوا الخزينه. بنرجع لك لنفس البيان ونقول لك البيان تاعك راهو يفتقر الى المصداقيه. علاه؟ الارقام تاعو غير واضحه. شريك لما تبدا لنا ملي تبدا لنا وانت تقول لنا التي قاربت 300 مليار لاكثر من 200 مشروع، فاقت 400 مليار، حوالي 41 ولايه. يعني ما عندك حتى حاجه محددها، ما عندك حتى حاجه في البيان هذا قادر تضبطها لنا. وكل قاربت حوالي اكثر من 200، يعني شحال نقدر نقول 300 500 1000 مليار، شحال؟ اكثر من 201 قول لي 202. لذلك انا نقول لك بيانك مشكوك فيه، وكل الاحصاءات اللي مديتها هنا مشكوك فيها للاسف، لانك ما قدرتش تحددها. كما قلت كنتكلموا على شعب واحد، حاب نقول لك السيد الوزير الاول انه الشعب ماهوش فرحان، وذوك نعطيك عليه ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما تزاد معدلات البطاله، الشعب يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما الصحه تكون مريضه، الصحة وتكون مريضة، لما كل الشخصيات الوطنية تخرج تداوي في الخارج، لكن المواطن البسيط يقعد هنا. وما نقولوش بغي نكذبوا على رواحنا، لأنه بزاف من الشخصيات راه يموتوا ويجيبوا الجثمان تاعها من الخارج. الشعب ماهوش فرحان لما وزيرة تروض وتمنع الصلاة في المدارس، رغم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال علموا ما لا 7 وضربوا ما لا 10، وقانون يحمي يقول لك في كل مدرسة لازم تكون مصلى. هنا الشعب يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما الدينار تاعو كل يوم يتهاوى بسبب السياسة اللي راكم تديروا فيها، تطبعوا ما عندناش شحال طبعتوا، ولا قداه مزتوا تطبعوا، ولا الوقتها تحبسوا الطبيعه. هذا الشعب هذا راح يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما لا يلقى ذوي الاحتياجات الخاصه يلقاهم ميتين، يلقى الارامل ولا المطلقات اموالهم ما تكفيهمش حتى باش يعقبوا اليوم تاعهم.